في حاجات ما ينفعش نسيب ولادنا فيها براحتهم، لأن التربية مش حرية مطلقة. التربية مسؤولية وتوجيه. يا جماعة، زي كده لما ابنك يجري منك في الشارع، مش هتسيبه يقول لك براحتي، هتمسكه علشان ما يتأذيش. وفي حاجات تانية نفس المبدأ بالظبط، أولهم وأخطرهم الموبايل. قبل 12 سنة لأ، الفضول ما فيهوش امان، والنار ما تتحطش جنب البنزين ونقول مش هتولع. تاني حاجة المبيت بره. المبيت بره يا جماعة للأطفال لازم نحذر منه. الحذر مش ضعف، ده وعي. مش كل بيت أمان، ومش كل الناس نعرفهم على حقيقتهم. تالت حاجة الهزار على الناس. ده مش هزار، ده اسمه تنمر، ولازم نوقفه من أول كلمة، مش من بعد ما يأذي حد. خامس حاجة هي الصحبة. ما ينفعش نقول ملناش دعوة. المرء على دين خليله، وصاحبك لا يرفعك لا يوقعك. خامس حاجة المذاكرة والمسؤولية. الراحة تيجي بعد الواجب، علشان يعرف معنى الالتزام من بدري. سادس حاجة النظافة والعادات اليومية. دي مش رفاهية، دي مسؤولية، والنهاردة كسل بكرة تعب ومصاريف كتير. الأكل المضر، ودي سبع حاجة، زي الأندومي ومشروبات الطاقة والبيبسي والحاجات اللي عليها مواد حافظة كتير. مش قادرين عليهم، لأ، دي صحتهم ومستقبلهم. تامن حاجة الترتيب والمسؤولية. حتى لو صغير يتعلم يلم لعبه، علشان يعرف إن كل حاجة وراها مسؤول. واخيرا الممنوع بيساوي ممنوع. يا جماعه، مفيش صغيرين ولا هتتعدل بعدين. يا كل اب وكل ام اللي بتغرسه النهارده بيكمل معاهم بكره.